بصراحة كنت مخبي السر ده بقى له فترة، بس خلاص لازم أقوله. السر إن الصداع ده دمر يومي ومستقبلي بيضيع بسببه. إحنا مش بنقلب عشان ملانين، إحنا بنقلب عشان خايفين. الموبايل ده ما بقاش ترفيه، ده بقى النهاية اللي بنسكت بيها دوشة دماغنا ومخاوفنا من المستقبل. وعارف إنك دلوقتي بتقول لي يا عم أنا بفك عن نفسي، تعرف إنك بتضحك على نفسك يا صديقي؟ أنت مش بتفك، أنت بتخدر عقلك عشان مش قادر تواجه الحقيقة. والالجوريزمز بتاعت البلاتفورمز دي مصممه انها تخليك زومبي مش حاسس بالوقت. فهقول لك عايز تبقى راجل بجد وتنجح؟ هتقول لي طبعا اه. فهقول لك الراجل يا صديقي اللي مش عارف يسيطر على صباعه، إن ما يدوس على تطبيق عمره ما هيعرف يسيطر على بيزنس ولا بيت ولا حياه ولا اسره ولا اي حاجه. كذلك لاخواتنا البنات برضه. فاللحظه اللي هتوقف فيها الصباع ده هي اللحظه اللي هتبدا فيها حياتك الحقيقيه، مش كلام، حرفيا ده بجد. لان انا كنت زيك عارف ان الموضوع بسيط لحد ما صحيت في يوم لقيت نفسي مضيع 8 ساعات في شاشه 6 بوصه. ساعتها عرفت ان في حرب، يا اما اكسبها واسترد وقتي، يا اما اعيش واموت وافضل رقم عندهم. هتقول لي ايه الحل يا عم عماره؟ هقول لك عايز تبطل تكون عبد للشاشه دي؟ اسمع مني الطريقه دي وادعي لي. انا سميتها قاعده 30 ثانيه. المره الجايه لما تلاقي ايدك هتروح على الموبايل بدون سبب، وقف ايدك في الهواء وعد ل 30 ثانيه، وفي ال 30 ثانيه دول واجه شعورك، شوف انت حاسس بايه، يا اما قلقان يا زهقان يا خايف يا بتهرب من حاجه. بمجرد انك تكتشف السبب ده رغبتك في السكرول هتموت فورا. فلو عايز تكمل معايا الرحله دي وتوصل لافضل نسخه من نفسك اعمل لي فولو.